أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حتى يطمئن قلبي. أصعب سجن ممكن الإنسان يتحبس فيه هو سجن الماضي، إنك تفضل تجلس في نفسك على غلطة عملتها من سنين، أو قرار خدته وضيعت فيه عمرك، أو ذنب. النهاردة جايين نكسر السلاسل دي ونعرف إن لولا الخطأ ما عرفنا معنى التوبة، ولولا الضعف ما دقنا طعم الجبر. في سورة الزمر وخصوصا في الآية 53 ربنا سبحانه وتعالى حطلنا دستور للرحمة بالذات، بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل كلمة أسرفوا، يعني عملوا كل حاجة غلط، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لسه بينسبهم ليه وبيقول لهم يا عبادي، وبينهاهم عن القنوط. والقنوط هو إنك ترفض تسامح نفسك في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك فيه باب الغفران. انت مين عشان ما تسامحش اللي ربنا سامحه؟ عشان تعرفوا ان الماضي مهما كان اسود ممكن يتمحي، تعالوا نشوف قصة الصحابي الجليل وحشي بن حرب. وحشي هو اللي قتل أسد الله سيدنا حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وجع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجع ملوش وصف. وحشي فضل سنين خايف، حاسس ان ذنبه أكبر من أي توبة، وإنه مستحيل يتسامح. لكن لما فتح قلبه للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قبله وسامحه، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غيب وجهك عني. وده لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وبسبب وجعه على عمه الا ان هو قبله كأخ ومسلم وصحابي، ومسح له ماضيه تماما. وحشي نفسه بعد كده هو اللي قتل مسيلمة الكذاب، وقال: قتلت خير الناس في الجاهلية وقتلت شر الناس في الإسلام. الماضي اتقلب تماما، المهم النهاية مش البداية. رسالتي لكل واحد وواحدة سامعيني وشايلين هم قديم: ارحموا نفسكم. الذنب اللي انت تبت منه ربنا خلاص مسحه، بلاش انت تفضل تفكر فيه وتمرر عيشتك. الفرصة اللي ضاعت ما كانتش بتاعتك، ده كان قدر عشان تتعلم. أخطاء الماضي هي اللي عملت النسخة الحكيمة اللي انت عليها دلوقتي. ارمي حمل الماضي ورا ظهرك وتصالح مع نفسك، وقول لقلبك: عفوت عنك فيما مضى فابدأ معي فيما بقى. يومكم جميل، كل تصالح وسلام مع الذات. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتس جملة واحدة حابين تقولوها لنفسكم القديمة علشان تسامحوها.